اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. تعالوا اسمعوا بقى حكايتي مع الفسيخ ايه هي بقى. نزلت اجيب فسيخ، فوجئت ان هو ب300 جنيه. قلت لا، ده انا هأجل العزومة. رحت نازلة على السوق ولقيته بقى كان في السوق بقى 85 جنيه. جبت 3 كيلو بكام بقى؟ ب255. طلعت بقى على المطبخ، رحت غسلهم غسلة كويسة، حطيت شوية ملح خشن، شوية كركم، ورشة شطة، وبقيت احشي الخياشيم. وبعد ما احشي الخياشيم احط على جسمها ملح بس، ورصيتهم في الطبق. ورحت جايبه الشنط بتاعتي وقعدت احطهم في الشنط عكس بعضهم، الراس عكس الديل، الراس عكس الديل، لغايه ما خلصت الكميه كلها. بعد ما خلصت الكميه كلها ضغطت على الشنطه وطلعت كميه الهواء اللي فيها، حطيتها في شنطه تانية. على فكره انا بحط سكر بس انا نسيت احط سكر، ماشي، وهسيبه لمده 5 ايام. هنا بقى بعد ال5 ايام فتحت عليه بقى، يا خرابي على الجمال، يا خرابي. انا من حلاوته ما قدرتش استنى لما يحطوا بره مفرش وعلى الترابيزه ونطلع ناكل بره، ما استحملتش بصراحه. بصوا بقى الجمال، 5 ايام بالظبط وتبقى عندك الكميه دي كلها في البيت. بصي الجمال، تدي حبايبك، تدي اخواتك براحتك بقى، تدي جيرانك براحتك. بصوا الجمال، تحطيه في الفريزر في علبه زي ما هو كده، من غير ما تنضفيه ومن غير اي حاجه، زي ما هو كده تروح حاطاه في علبه وحطاه في الفريزر، مش هيجراله اي حاجه. عايزه تطلعي منه في اي وقت طلعي، بس قبلها بشويه تفك وافتحيها. ما انصحكيش ان انت تنضفيه وتحطيه في علبه عشان لونه ما يغيرش. بصوا، طريق زبده، والله العظيم زبده، ما كانش مستحمل وانا بفتحه. هنا بقى عملت 2. بصوا، والله ما كنت مستحمله استناهم يجوا بس ايه يفرشولي بس. جبت البصلايه قلت هزفر لسه بايدي ورحت دجاها. بصوا، بصوا الجمال بقى، والله ما يتقاوم، والله ما يتقاوم. على ايه يعني نقدر احنا نعمل الحاجه دي كلها بتكلفه بسيطه جدا؟ عشان تجيبيهم انت هتجيبهم من بره بكام؟ بمبلغ وقدره. 300 جنيه الفسيخ، والله حرام والله. اهو بصوا، بجد مش قادره اقاوم والله. ويا ريت لو وصلنا لهنا لايك وشير وسبسكرايب. ولو القناه عجبتكم خشوا خدوا فيها لفه بالاشتراك، وشيروه على قد ما تقدروا الفيديو على الواتس عندكم يا جماعه. شكرا ليكوا قوي، شكرا شكرا شكرا. كل اللي دخل جديد عندي الف الف شكر ليه. لايك وشير وسبسكرايب، ايه رأيكم؟